تخيل معايا إبرة الوشم شكلها كأنها بترسم على جلدك، لكن الحقيقة هي بتطعن جلدك حرفيا، مش مرة ولا 10. دي ممكن توصل لحد 3000 طعنة في الدقيقة. أول ثانية الإبرة تخترق الطبقة الخارجية من الجلد وتعديها، الحبر ما يتحطش على السطح، بيتزرع جوه طبقة أعمق اسمها الأدمة. سنة زيادة لفوق الوشم يبهت، وسنة زيادة لتحت تسيب ندبة. الموضوع لازم يكون مظبوط بالملي. بعد كام ثانية جسمك يشغل الإنذار، في جسم غريب دخل، الشعيرات الدموية تتمدد، المنطقة تحمر، التهاب، دم بيجري أسرع، المكان يتحول لساحة طوارئ. بعد دقيقة الجيش يوصل، خلايا مناعية اسمها الميكروفاج تهجم على الحبر، وظيفتها تاكل أي دخيل، تبلع جزيئات الحبر واحدة واحدة، والمعركة شغالة جوه جلدك وانت قاعد عادي. بعد ساعة وهنا المفاجأة، الميكروفاج تقدر تاكل الحبر بس ما تقدرش تهضمه. فتعمل إيه؟ تفضل قاعدة مكانها شايلة الحبر جواها ومثبتاه في الأدمة. عشان كده الوشم بيفضل سنين طويلة، مش لأن الحبر ثابت لوحده، لكن لأن جهازك المناعي ماسكه ومش عارف يتخلص منه. الوشم مش مجرد رسمة، هو استجابة مناعية مستمرة جوه جلدك. دلوقتي سؤال بقى، لو كنت تعرف التفاصيل دي كنت هتفكر تعمل وشم ولا لأ؟ اكتب لي في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك والشير. دعمك سبب الاستمرار يا صديقي.